لازم كل طفل يفتح عينه ويلاقي في بيته مكتبة، حتى لو مكتبة صغيرة وفيها بضع كتب. لازم نعود ولادنا على القراءة في سن صغير. ابني لسه صغير، ما وصلش انه يكتسب مهارة القراءة ويتعلم انه يقرأ قصص او كتب لوحده بسيطة. هنستعين بالقراءة المسموعة او القراءة المرئية. القراءة المسموعة، بابي او مامي هجيب لابني كتاب، هقرأ له قصة من كتاب، هيسمعني، هيتفاعل مع القصة، هيبدأ يكون ايمج او صورة ذهنية عن شكل الكتاب. القراءة المرئية عن طريق مشاهدة قصص مصورة عبر الفيديوهات، مثلا زي قصص الأنبياء، قصص الحيوان في القرآن وغيرها من الحاجات والموضوعات اللي بتناسب إدراكه وكمان بتحقق له المتعة. باختصار، القراءة عادة، والعادة لا تنمى إلا بالممارسة والتكرار. هينشأ الطفل هو القراءة جزء مهم في حياته، والقراءة لها فضاء يعني عظيمة في فضائلها. رقم واحد، تنمية القدرة على التفكير، الإبداع، الخيال، التذكر، تقوية الذاكرة والمفردات اللغوية. وكمان هتعمل حاجة كل البيوت بتعاني منها، إن هي هتقلل الظواهر السلبية المنتشرة زي إدمان السوشيال ميديا والتلفزيون والفيديو جيمز. يبقى على كل أب وأم دلوقتي إن احنا نفكر إزاي كأسرة ننشئ ولادنا على حب القراءة، ويكون شعارنا في بيتنا مكتبة.